اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض من غير فرن ومن غير حاجات تعقيدات، وحاجه سهله قوي قوي. وهنعمل خبز البالون. هنعمل عيش في البيت جميل قوي قوي، وفي السندوتشات هتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي، ومورق وجميل، واللبابه بتاعته خفيفه كده، حاجه اخر حلاوه وحاجه اخر سهوله. تعالوا بقى بينا نقول المكونات على طول عشان ما تقولوش ان انا بقعد ارغي كتير. بس رجاء حبايب قلبي اللي بيحبوني ما تنسونيش في اللايك، يا ريت لو عملتوا لايك، والله مش حاجة جامدة بس هيرفع الفيديو، وان شاء الله نفسي اكبر واكبر بيكم بامر الله. فتعالوا بقى بينا. انا عندي هنا نص كيلو دقيق، وطبعا كمية الدقيق اللي انت عاوزة تعمليها براحتك، انت حرة، كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، براحتك. وعندي هنا باكت خميرة اللي هي الفورية، وعندي معلقة سكر، وعندي نص معلقة ملح. عندي هنا حليب للعجن، ولو احتجت هزود بقى مية او تزودي حليب براحتك. وعندي هنا حليب هنحتاجه دلوقتي هنشوف في ايه. وعندي هنا سمسم متحمص. تمام كده حبايب قلبي. عندي الحليب هنزل احط، معلش، هنزل احط عليه باكة الايه، الخميرة، واعمل الخميرة اسيبها شوية. تمام. وهحط على الخميرة السكر والملح، وهقلبهم وهسيبهم شويه لحد ما اجهز باقي الايه، الحاجات بتاعتي. طبعا انا هستغنى عن السمسم وعن الحليب ده دلوقتي وهسيبه على جنب، لان انا مش هستخدمه في المرحله دي. تمام. هجيب العجان، وانا زي ما قايله لكم حبايب قلبي انا ما بعجنش بايدي، لان انا عندي مشكله. عندي هنا المفروض الصباع ده اعمل فيه تسليك وتر وعصب. اهو احط الدقيق. على فكره دي انا وانا بعمل الستاند نطرت السوسته منه، فالحمد لله لقيتها. انا هحط الدقيق هنا. هنا حبايبي هحط بقى على الدقيق بتاعي حوالي 4 معالق من الزيت. تمام. طبعا انا زي ما قلت لكم كل ده هحطه في العجان اهو، وهنعجنه، لان انا زي ما انا قايله لكم المشكله عندي. هحط بقى الخميره اهو، الحليب والملح والسكر، وزي ما احنا قلنا برضو لو احتاجنا هزود على العجين شوية ايه، مية. على الهادي بقى، واعجن العجينة بتاعتنا. وزي ما قلنا لو احتاجنا حابة تزودي مية زودي، حابة تزودي حليب برضو الباقي زودي براحتك خالص، مفيش ايه مشكلة يعني. كده العجينة هتحتاج يبقى نص كيلو الدقيق، احتاج حوالي كوباية ونص مادة سايلة، يا اما حليب يا اما مية. العجينة اصبحت اهي هتتلم مع بعضها كده حبايبي. خلاص اهو العجينة، شايفين العجينة بتاعتنا عاملة ازاي؟ اشيل بس السكينة بتاعت العجان وكده خلاص اهو. هي بتبقى ملزقة شوية بس مفيش مشكلة، هنعملها دلوقتي وهتشوفوا وهتتفرد معانا بكل سهولة. كده حبايبي اهو، شايفين العجينة بتاعتنا بقت عاملة ازاي؟ هي بتبقى ملزقة حاجة بسيطة، ولكن هنشوف دلوقتي اهو العجينة بتاعتنا اهي. هحط بقى نقطة زيت في قلب البولة كده. نشيل بقى العجان اهو. حطيت هنا نقطة زيت، هبتدي اخلص العجينة من ايدي بالراحة كده اهو، ما شاء الله اهو. وهحط العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي عليها واسيبها شوية. نمسح بس الدقيق ده مكان ما احنا بنشتغل. هغطي بقى العجينة وهسيبها الوقت الكافي في اللي هي ايه، تتخمر. تمام. طبعا الجو حر فمش هتاخد مننا وقت كتير للتخمير.
كده حبايبي هبتدي بقى احط شويه دقيق كده على الطبق، وابتدي اعمل ايه، هقطع العيش بتاعي حسب الحجم اللي انا عاوزاه، وهوريكم اقرب وزن، يعني اقرب حجم للايه، للعجينه. تمام. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، من غير ميزان ومن غير حاجه. شايفين العجينه عامله ازاي، جميله ازاي وطريه وحلوه قوي اهو. تمام. هقرص او اقطع العجين بتاعي، وبعد كده هسيبه برضو يرتفع شويه. انا عايزاه يتخمر، انا عايزه العجين بتاعي يتخمر كويس قوي. تمام. اخلصهم كده حبايبي، انا خلصتهم زي ما انتم شايفين. هاجي بقى للخطوه اللي هي الايه المهمه بقى، اهم خطوه في الموضوع. شايفين ده النص كيلو طلع لي دول، وهيطلع كمان كميه حلوه قوي قوي من من خبز البالون ده. نيجي بقى للخطوه الرئيسيه كده. تمام. انا هاخد انا اخدها من دي، مش هيعمل حاجه. احطها في الحليب كده اهو، زي ما انتم شايفين اهو، حطيتها في الحليب. واجي احطها فين، في السمسم كده من جميع النواحي اهو. انا عايزه اغلفها كلها بالسمسم زي ما انتم شايفين كده، شايفين اهو. وابتدي احطها هنا بقى كده في الطبق. تمام. نعمل اللي بعدها، هحطها هنا برضو كده اهو، واحطها هنا في السمسم. اغلفها كلها بالسمسم، عشان انا عايزه لما اجي افرد الخبز بتاعي يبقى السمسم محطوط فيه كله. تمام. تمام. هنا بقى حبايبي ابتدي اخبز او افرد الخبز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، سهل ومش محتاج حاجه خالص. احط شويه دقيق خفاف مفيش مشكله، مش هيأثر معايا في حاجه ومش هخلي العيش بتاعي رقيق قوي. تمام. يعني افرده بسمك معقول، سنتي ونص كده او حاجه، بحيث ان هو يطلع معايا مورق وجميل. طبعا انا عندي الطاسه هحطها على البوتاجاز، وابتدي بقى اشوف هقطع العيش بتاعي ده ازاي. طبعا انا هعمل رغيف رغيف، بس هنشوف مع بعض رغيف كده واحد. تمام. وابتدي اقطعه بقى بالقطاعه. شايفين السمك بتاع الرغيف عامل ازاي وابتدي بقى هقطع الرغيف بتاعي 4 بس كده. خلاص الرغيف، نشغل بقى البوتاجاز ونحط الطاسه بتاعتنا كده حبايبي. خلاص الزيت بتاعي زي ما انتم شايفين اهو بدأ يتقدح. ابتدي بقى انزل كده بقطع الخبز بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. الطاسة عندي ما شاء الله كبيرة، فهتاخدهم. مجرد ما هينزل وتبتدي واحدة تطلع ابدأ احط شايفين، ابتدي احط الزيت كده على الوش. تمام حبايبي اهو كده حبايبي، عشان ينتفخ معايا ويطلع كله حاجة واحدة اهو. اقلب كده بالراحة وابتدي احط على الناحية دي هتبتدي اهو برضو نفس الموضوع. ابتدي احط عليها زيت من فوق كده، كل قطعة اغمسها بالزيت واحط عليها زيت من فوق بالشكل ده اهو. تمام كده حبايبي، كده حبايبي زي ما انتم شايفين اهو انتفخ من جميع النواحي. الله 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 اهو كده. هخلص الكمية كلها شايفين، وبعد كده هنشوف بقى وصلنا لحد فين. بس اخليه كده لونه ذهبي جميل كده حبايب قلبي. خلاص خلصنا
خبز البالون بتاعنا اللي احنا عملناه وما اخدش مننا وقت، وحاجة جميلة وحاجة مش قادرة اقول لكم. كده انا طلعته وهنرصه بقى في طبق الايه التقديم، ونشوف بقى الشكل النهائي كده بتاع الطبق الرائع بتاعنا. تمام. نجيب الطبق كده هنا وابتدي بقى. شايفين العيش عامل ازاي؟ معلش لسه سخن كده حبايبي. خلاص اهو العيش بتاعنا او خبز البالون بتاعنا اللي احنا عملناه، عايزين نشوفه بقى. هو لسه سخن بس مفيش مشكلة. هنفتح العيش كده ونشوف شكله الرائع الجميل. شايفين الطعامة؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين القلب بتاعه عامل ازاي؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده، هش وجميل ومش شارب زيت طبعا اهو من جوه، ولا شارب زيت ولا حاجة خالص اهو زي ما انتوا شايفين اهو. تعمليه بقى سندوتشات حادقة، سندوتشات حلوة، نعمله بالجبنة، نعمله بفراخ، نعمله ب أي حاجة يعني. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، مش هيأثر معانا في حاجة. طعمه هيمشي مع كل الأكلات اللي احنا بنعملها. تمام. كده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا جرس حبايبي عشان يوصلكوا كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم على خير.